فيديو النهاردة عبارة عن اختار كتاب. هنفتح كل كتاب من الكتب اللي قدامك، وهنفتح على صفحة عشوائية وهنختار قطعة كده اللي عيني هتيجي عليها وهقراها وهشوف بحثي كده ايه اللي هنستشفه من القطعة دي. قدامك 5 كتب من الشمال لليمين. كل كتاب ليه موضوع مختلف عن التاني، تقدر تختار أكتر من كتاب لموضوعات مختلفة، أو حتى لعينك يعني تتشد ليه أو تحس إن أنت هو ده اللي أنت عايزه. وأشوفك في المجموعة بتاعتك. المجموعة دي أنت اخترت كتاب Ask and is Given. الكتاب ده بتقدمه أستر وجيري هيكس. الكتاب ده بيتكلم عن law of attraction أو قانون الجذب. تعالى كده نفتحه ونشوف ايه المعلومة اللي عايزة توصلك. فانت ممكن تكون خلصت جزء من حياتك، يعني في شابتر كده. بص الكتاب ده عبارة، استنوا نشوف كده هو كام بارت. في بارت 1، في بارت 2 هنا، بس بعد كده في جزء اوكي. بارت 2 هو الجزء التطبيقي. بارت 1 الجزء بتاع الشرح اللي بيشرح ايه هو المانيفستيشن وشوية قصص وامثلة و فممكن تكون انت كل الفترة اللي فاتت كنت قاعد بتحضر نفسك تشتغل على نفسك، ايا كان بقى، سواء في شغلك او نفسيا او ايا كان. ممكن تكون المرحلة اللي جاية هي بداية المرحلة العملية. اوكي. فانا هنا فاتحة، يعني لما فتحت هنا على اخر جزء بالظبط قبل الشابتر التاني. الشابتر التاني بص، او الجزء التاني بيقول process to help you achieve what you now remember. العملية او العملية اللي من خلالها هتقدر تساعدك علشان تحقق اللي دلوقتي افتكرته. فكل ده كانت بتفكرنا بحاجات زي ان احنا اصلا الانسان هو عبارة عن روح، وان الروح دي مرتبطة بربنا، الكون كله عبارة عن تجلي من ربنا، وان طالما ان هو تجلي من ربنا اذن الكون مليان احتمالات لا نهائية، فتقدر تاخد اللي انت عايزه وحاجات كده. تعالوا دلوقتي اولا خلينا انا هقرب ده كده، لو عايز تاخده سكرين شوت الاول وبعد كده نقرا مع بعض. طيب انا قريت الجزء الاخير ده تقريبا كله، ولكن اهم حاجة هنا بيقولها. تعالى كده استنى اما نشوف. ايوه، بيقولك you can tell by the way you feel whether your vibration is in the place where you are allowing universal forces to deliver your desire to you now or not. النقطة دي كانت ابراهام هيكس بتقولها في الفيديوهات بتاعتها، وهسيب لك لينك القناة بتاعتها بتاعت اليوتيوب الرسمية يعني في الديسكريبشن بوكس. هي بتقول انك ازاي تعرف ان الحاجة اللي انت عايزها او اللي انت بتتمناها بتتحقق ولا لا، او قريبة منك ولا لا. بتعرفها من خلال مشاعرك. فبالتالي بتقولك ان لما تقعد تتدرب على ان انت تراقب مشاعرك، ساعتها هتعرف انت بقيت قريب من التجلي الامنية بتاعتك دي، ولا ان انت لسه في الحتة بتاعة الاعدادات. من الاخر كده ان كل ما انت بتبقى فرحان بالحالة اللي انت فيها، او حتى فرحان عامة،
كل حاجة بعد كده بتتقال ان هي يعني بتقول ان هي بتبقى حياتك سهلة، ولما بتبقى حياتك سهلة يبقى انت ماشي في الفلو، فبالتالي انت كده كده بتتجه للأمنية اللي انت عايز تحققها او التجلي اللي عايز تعمله. هي بتدي أمثلة هنا عن ازاي لما تدرى او تبقى واعي بمشاعرك هتبقى عايش ازاي. كمثال يعني هنشوف اول واحدة مثلا بتقولك لما انت هتتعرض لمجتمع او بيئة او ناس مختلفة عنك، ساعتها انت مش هتتضايق، لا بالعكس هتبقى مبسوط ومستمتع بالاختلاف اللي ما بينكوا ده، علشان ده هيخليك واعي اصلا برغبتك. بمعنى ايه؟ زي مثلا انا قابلت ناس خبيثة whatever بقى، بتكذب، بتعمل مع whatever تصرفاتها سلبية وخلاص، يبقى انا الاختيار بتاعي او الرغبة بتاعتي ان انا بعد كده هبتدي احسنها، فاعرف ان اوكي انا دلوقتي عايزه ناس احسن من كده، عايزه ناس نفسيتها مثلا يعني عايزه اقول انضف من كده. فبالتالي هي حته ان انا اعرف او ان انا اقابل ناس مختلفه عني قوي في الواقع، ده بيخليني ان انا احدد رغباتي اصلا، وهيخليني بعد كده كمان استمتع بالرغبه بتاعتي، واللي هتكون نابعة من وجهة النظر بتاعتي، واللي بعد كده هتبتدي تتحقق في حياتي. ده كمثال. في امثله تانية هنا تقدر تراجع الفيديو وتاخد سكرين شوت لو ما اخدتش، بس دي اهم نقطه موجوده حاليا. في نقطه تانية دلوقتي اخدت بالي منها، هي الكلام الايتاليك ده، وده بيقول، استنى اخد سكرين شوت برضو، استنى كده. الحتة دي بتقول لما تراقب او تدرك ان الرغبة بتاعتك شكلها او حاسسها كبيرة قوي 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 عليك، وان صعب ان انت تحققها، اذا اعرف ان الحاجة دي فعلا مش هتتحقق دلوقتي، ده مش وقتها ان هو يتحقق. ولكن لما تلاقي ان رغبتك من جواك حاسس ان هي سهلة التحقق او سهلة التحقيق يعني، اذا هتدرك ساعتها ان دي هتدرك ساعتها ان الرغبة دي هي اقرب حاجة فعلا تقدر تنفذها، وساعتها تعرف ان هي هتبتدي فعلا تتحقق قريب. كمثال، زي مثلا حد عايز يعمل معرفش مليون جنيه، مليون دولار، مليون ايا كان، المليون دي لو انا جوايا حاسس ان هي كبيره قوي قوي قوي، يبقى خلاص هي مش هتحقق دلوقتي. لكن لو انا اصلا ساعي قبل كده وقاعد بعمل خطوات وخلاص حاسس ان المليون دي انا سهل فعلا ابتدي اعملها، اذا هبتدي اسعى ليها وهتبتدي تتجلى. وده بيفكرني بنقطة تانية كانت برضو قايلاها، ان لو الهدف بتاعك كبير قوي start with the next logical step، زي ما هي برضو كاتبه هنا، ان لو انا عندي عايز اعمل زي ما قلنا المليون دوت، يبقى انا مش هبتدي اصلا من انا عايز اعمل 500,000 وانا مثلا ما بشتغلش حاجه خالص، ما ينفعش. ان العالم الواقعي لازم بيلزمه قاعده التدرج، فلازم زي مثلا انا حاسه ان خلاص من المليون دي انا عايزه هعمل اول حاجه مثلا 10,000 جنيه، يبقى خلاص هبتدي اول هدف احطه هو 10,000 جنيه. ده هيفضل الحلم الكبير بتاعي او الهدف الكبير، علشان ما نبقاش حلم يعني اللي هو حاجه فانتسي ومش هتتحقق يعني، ده الهدف الكبير بتاعي. بس بعد كده ابتدي واحده واحده احط اهداف واقعيه، فبالتالي من هنا ابتدي عملت 10 افضل ماشي عليها شويه لغايه اما ال10 دي احس ان انا خلاص بقت كبيره اصلا، سوري بقت صغيره عليا. اللي بعديه هرجع اسال نفسي ايه هي النكست لوجيكال ستيب، ايه هو اقرب حاجه انا حاسس ان انا اقدر احققها. 20 مثلا، لو 20 ده كتير يبقى خلاص هرجع 15. 15 كويسه، يبقى يلا نعمل 15، ده الهدف الجديد، وهكذا بفضل ابني 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 ابني. لو عجبتك القرايه يا ريت تقولي نعملها تاني.
قولي لأي مدى الكلام ده لمس معاك، وأشوفك الفيديو الجاي. باي باي. ازيك؟ انت اخترت الكتاب ده كتاب Atomic Habits او كتاب العادات الذرية. صاحبه او مؤلفه هو جيمس كلير. خليني افتح صفحة عشوائية كده ونقرأ الرسالة اللي ليك. احنا فتحنا على صفحة 176 و 177. يعني ده لو الارقام دي مهمة ليك. تقدر استنى كده، تقدر تاخد الصفحتين دول سكرين شوت لو حابب، علشان لو حابب تقرا انت حاجة معينة. تعالى نشوف دلوقتي ايه الرسالة اللي ليك. طيب انا هنا عيني جت على الحتة دي. بيقول اول 3 قواعد من تغيير العادات هي ان make it obvious، خلي الحاجة اللي انت عايز تغيرها واضحة. make it attractive، خليها جذابة. and make it easy، خليها سهلة. وبعد كده increase the odds that the behavior will be performed this time، وفي كل مرة خلي يعني الاحتمالية ان التصرف ده او العادة الجديدة يعني هتكون يعني هتتعمل هتتعمل يعني زيادة. ورابع قانون هو ان للتغيير هو انك make it satisfying، يعني خليها ممتعة. وهي انك تخلي التغيير ده يتعمل بتكرار، او ان انت تعمله يعني كذا مرة. وده الحاجة اللي بتغير العادات، او هي دي الهابت لوب، او اللي هي الدايرة يعني لتغيير العادات. انا لاحظت هنا كلمة the mismatch between immediate and delayed rewards. العنوان ده بيقول اللي هو يعني العلاقة او العلاقة العكسية يمكن بين المكافآت الحالية والمكافآت المؤجلة. وقلبت الصفحة ولفت نظري البداية من الباراجراف ده. والباراجراف ده بيسأل ليه الناس ممكن تكون بتدخن طالما ان هي عارفة ان التدخين ممكن يجيب سرطان رئة، او ليه الناس ممكن تاكل كتير وهي اصلا عندها او عارفة ان هي ممكن تزود السمنة، وليه الناس ممكن ان هي تمارس الجنس غير الامن لو هي عارفة ان ده ممكن يعمل لها امراض، تنقل الامراض يعني ليها. وبيقولك اول ما تعرف ان زي المخ بيشتغل ساعتها هتفهم ليه. بيقول ان العقل بيأجل العادات السيئة، او بالنسبة له يعني بالبلدي كده ممكن يأجل العادات السيئة او يتغاضى عليها في مقابل او في نظير immediate rewards، المكافآت الحالية او المكافآت السريعة. وبيكمل بانه يشرح ان التدخين زي ما قال كده هو ممكن يقتل، بس بيقتل في مثلا 10 سنين، ولكن هو بيقولك بيخفض التوتر في اسرع وقت. بيقولك الناس اللي هي بتاكل كتير هي عارفة ان ممكن يجيلها تخمة يعني او معرفش ايه دوت على المدى الطويل، ولكن appetizing in the moment، ولكن بيسد الشره او الجوع في ساعتها. فهي فكرة هنا ان انا باخد او العقل يعني بياخد الريورد على طول قريب، فاي حاجة بعيدة كأنه ما بتفرقش معاه يعني، او بيهملها او ما بيعملش حسابها دلوقتي. بيكمل هنا ان مع الاسف ان بيقولك ان العادات السيئة هي بالظبط بتعمل ده، ان بتخلي ان الريورد او المكافأة السريعة بتكون هي القريبة، والمكافأة البعيدة هي دي
المكافأة القريبة هي دي اللي بتبقى ممتعة، ولكن النتيجة النهائية بتبقى مع الأسف بتبقى مش كويسة، وده على عكس العادات الكويسة اللي بتخلي الوقت القريب الواحد ما بيحسش أصلا ان هو أنجز حاجة، ولكن على المدى البعيد هو بيحقق بقى الحاجة اللي هو عايزها، وساعتها بيحس بالراحة. ده لو هيقولي حاجة ممكن تكون كل ده ينطبق مثلا على شغلك أو حياتك. قد تكون انت يا اما بتشتغل فعلا على تغيير عادات معينة، فانت ده جزء انت محتاج ان انت تفهمه، او ان انت قد تكون ان انت محتاج تشتغل على حاجة على المدى البعيد. وده وان انت يعني بتحاول مع الاسف ان انت مثلا دلوقتي ان انت تاخد مثلا من المكاسب القريبة قوي، مش همك مثلا مكاسب بعيدة او كده، فقد يكون دي رسالة ليك بشكل ما. بس كده، واتمنى اكون عرفت اساعدك، وقولي الى اي مدى في الكومنتات الفيديو ده ساعدك، ولو حابب ان احنا نكرره تاني. اشوفك في الفيديو اللي جاي. باي باي. ازيك؟ انت اخترت الكتاب ده. الكتاب ده بقاله كتير قوي عندي، عمري ما قريته تقريبا، وما اعرفش ايه اللي كان فكرني بيه، فموجود قريب يعني من المكتب بتاعي. ولكن اما نشوف. الكتاب ده اسمه الرجال يفضلونها غانية، ماجدة منصور. وراء كل غانية رجل صنعها. انا فتحت بالفعل الكتاب كده، و لان انا كنت شاكه اصلا ان انا بصراحه هعمل المجموعه دي، بس فتحت كده. تقدر تاخد سكرين شوت معايا كده، ان انا مش هقرا كل حاجه، وفي بيتهيألي كلام صعب حبتين. دي قرايه او دي حاجه. وبرضو هنا خد سكرين شوت هنا. انا لما فتحت هنا الاول، قعدت اقرا. قريت حته تدعي، استنى كده، تدعي الحريه ولا تعرفها اصلا. ولكن ما لمسش معايا في حاجه بصراحه. قريت حته هنا بدايه من بارده جنسيا. وكملت كده الصفحتين دول. الجزء ده بيتكلم، او هي بتتكلم فيه عن الفرق ما بين الست العادية والست اللي هي الغنية او العاهرة او whatever يعني بنسموها ايه. اللي لفت نظري هنا هو ان في هنا حتة بتتكلم عن البرودة الجنسية، وفي نفس الوقت في حد هنا يعني في هنا اولا لفت نظري ان بيقول ان قد تكون اللي هي مش عارفه البغي او ايا كانت، بيقول قد تعرضت لتجربة جنسية قاسية ومؤلمة، وأنها وكأن تكون تعرضت للتحرش الجنسي أو الاغتصاب. دي حاجة لفتت نظري. تاني حاجة، القطعة دي ايا كان بقى انت راجل او ست اللي بيشوف الفيديو ده او المجموعة دي، خد الكلام ده بمفهوم الجنس، الجزء الانثوي والذكوري جواك. تحاول الغنية دائما أن تكون المرأة التي لن ينساها الرجل والتي سيحلم بها في أحلامه. مفهوم الرجولة لدى معظم الرجال مقتصر على قديم منتصب، فهو الفحل الذي لا يقهر، والذي لم يستطع حتى الزمن أن يكسره أو يلينه، فيفعل الأعاجيب ويتفنن في طرق من الممارسة الجنسية مع الغنية كي يثبت لها أنه الفحل الذكر الذي لا يقاوم. ده مفهوم طبعا قديم عند بعض الرجالة، واعتقد مع الاسف في الثقافة الجنسية وبالذات عند الرجالة والستات بصراحة، يعني منيلة ب60 نيلة وفيها مشاكل كتيرة، ومع الاسف كمجتمع متحفظ في الوطن العربي اعتقد كله مفيش يعني ما عندناش سكشوال هيلر، او ما عندناش معالج نفسي جنسي. ده اعتقد تخصص نادر جدا، وقليل لحد فعلا يعرف يتكلم فيه. دي حاجة.
كمل هنا ان الجنس الطبيعي لدى المرأة العادية يحتاج الى كثير من مشاعر الحب والود والرضا والانسجام. اما مع استنى بتأكد بس ان الفوكس موجود. اما مع العاهرة فان بيع الجنس والمتاجرة بجسدها عمل تتعاش منه، فلا يمكن ان تمنح شريكها جنسا طبيعيا رغم كل هذا التمثيل الذي تتقنه. انا كل ده بيلمس معايا في كذا حاجة. اولا تاني ايا كان جنسك انت راجل ولا ست بتشوف الكلام ده، طبق الكلام ده عليك، ومش لازم الكلام ده ينطبق تماما عليك. ممكن تكون احتكيت بناس هما اللي عندهم المشكلة دي، ممكن انت عندك تكون بعض المشاكل هنا. حتة اولا تاني هراجع النقط هنا. قلنا اول حاجة ايا كان جنسك خد اللي يناسبك يعني. تاني حاجة لو انت تعرضت لتجربة جنسية سواء انت في سن صغير سن كبير ايا كان، عندك مشكلة مع تعرضت للتحرش او اغتصاب، انت محتاج معالج نفسي. معالج نفسي مش دكتور كمان نفسي، لان مش كل الدكاترة النفسيين بيبقوا واخدين حتة العلاج النفسي، هم بيبقوا واخدين الدراسة الكيميائية اعتقد اكتر. فلو انت عندك المشكلة في الموضوع ده او مش قادر تنسى الحادثة او اثرت عليك بشكل ما من ساعتها وانت عارف ده من جواك، لو سمحت انت محتاج علاج نفسي ومتسكتش على نفسك. العلاج النفسي بقاله فترة كبيرة في نمو الوعي عامة في العالم كله بينمو، فما فيش يعني عيب، وفي الاخر اللي بيتقال جوه العيادة ما بيطلعش اصلا بره. ده زائد طبعا قلنا ان ما حدش بيتكلم عن المواضيع دي من اصله يعني. تاني حاجة مفهوم الرجولة واللي هو الرجال مثلا مقتصر على القضيب المنتصف فهو الفحل الذي لا يقهر وبتاع الكلام ده، اللي هو برضو الستيريوتايب بتاع الرجالة. فلو انت حد مش عايزة اقول سنك كبير، لان كبير دي ما انا بالنسبة لي مثلا 60 وانت طالع فلغاية 50 حتى ممكن يعتبر بالنسبة لي شاب. قد تكون ده مفهومك عن الجنس، فبالتالي انت هنا محتاج تغيره. ليه؟ لان على الناحية التانية انت هنا نفس الكلام بيتقال على المرأة ومقارنتها هنا بالعاهرة او البغي او ايا كان، ان هي بتقول عندها او هي ما عندهاش مشاعر اصلا تطلعها. وده يخليني اقول لو انت راجل او انت ست وقابلت الشريك ده هو عنده برود عاطفي، فقد يكون علشان انت كمان عندك مشكلة. يعني زي مثلا على المثال ده الست هنا هي ما عندهاش مشاعر بتقول تديها للراجل، في المقابل الراجل هو اوريدي مختزل العلاقة الجنسية في حتة اللي هو القضيب المنتصب وشكرا على كده. هي مجرد عملية اللي هو حط القلم ده هنا هي خلصنا يعني فالله فبالتالي لو الست دي عندها او كأنها زي انعكاس للراجل ده، والراجل ده انعكاس للست دي، حتى لو دول اتنين متجوزين. مش تاني بقى مش نتكلم هنا على حد بيبيع نفسه ولا اي حاجة من دي، بنتكلم هنا على مفهوم الجنس نفسه عند الناس، ان هو اصلا بيبقى خربان من الاخر. فبالتالي لو انت عندك مشاكل سواء في اعتقادك او في ادائك الجنسي او في تواصلك المشاعري مع الاخر، اعرف ان انت عندك مشكلة ومحتاجة حل، مش اكتر من كده. مش هقول لك سيب لي حاجة في الكومنتات، بس قولي لو قراية الكتب دي عجبتك نعملها تاني ولا لا. شكرا ليك واشوفك المرة الجاية. باي باي. ازيك؟ انت اخترت الكتاب التقيل والدليل العملي للعلاج بالتقبل والالتزام للاكتئاب والخزي، تأليف مايثيو ماكاي مايكل باتريك، ترجمة الدكتور عبد الجواد، مكتبة الأنجلو. هيا بنا نفتح كده صفحة ونشوف ده بيقول ايه. تعالى كده الأول نشوف ده شابتر كام ده.
ده الفصل التاسع، مواجهة خزيك وحزنك. طيب دي واضح ان هي تدريبات، ممكن تاخدها سكرين شوت كده. استنى، صفحة 183. لو انت يهمك الارقام يعني خد بالك منها. المشاعر، الموقف المحفز، التخيل، اللحظة. ده تكملة دي. خليني اقرب الصفحة دي برضو. الصفحة دي هنا فيها امثلة، خد كده برضو سكرين شوت هنا، و خد سكرين شوتس برضو لهنا. الصفحات دي مهمة كأمثلة. طيب بص يا سيدي، او يا ستي، ستي اكتر. طيب هنا الجزء ده بيحكي حكاية ديف. هو متجوز جيني، وجيني كانت دايما او هو الاول ديف بيعاني من عدم الكفاءة. وجيني كانت دايما بتطلب منه ان هو يقوم يعمل حاجات، يعني بتطلب منه بعض الاشياء يعني. ولكن هو دايما بيشوف ان هي بتطلب عن طريق الشكوى، وكأنها بتشتكي يعني من فشله في ان هو يعمل الحاجات دي. فكان بيعمل سلوكيات تخيف مع المواقف دي بطريقة غلط. مع عدم الكفاءة كمان بتخليه كأنه يدافع عن نفسه أو يتجاهلها، يدافع عن نفسه قدام جيني يعني، أو بيتجاهل جيني نفسها. فبيقول ان هو كان محتاج يواجه الشعور ده. وده الجدول بتاع المواجهة. مكتوب هنا المشاعر اللي هو بيحسها، الموقف اللي حصل. هنا كان بيتخيل حاجات ولا كان بيبص الموقف بطريقة واقعية، والناتج عن اللي حصل ده. فكان هنا كمثال مكتوب مثلا هنا الشعور بالغضب والسوء. بيقول الموقف كان تشتكي جيني من أنني أعمل بعد فوات الأوان بصوت صارم وغاضب. هنا هو قاعد يتخيل حاجات. هنا النواتج لا تغيير حقيقي في الشعور، لأنه هو مجرد محاولة تقبله ذهابا وإيابا من الغضب إلى الخزي. رأيت كيف يستثير الخزي الغضب. هو بيحس هنا ان هنا مفيش اي نتيجة مختلفة بيعملها، غالبا لان هو تخيل، وكان بيحاول دايما من الغضب للخزي في المشاعر. مثال تاني هنا برضو الغضب والشعور بالفشل. تريد جيني تعليق أضواء عيد الميلاد كما لو كان علي فعل ذلك بدلا منها. هنا قاعد برضو يتخيل. برضو لا تغيير في الشعور زي ما هو، يبدو أنني قادر على تحمل الأمر بشكل أفضل. هذه المشاعر تراودني منذ زمن بعيد وهي مألوفة جدا. هنا بقى ابتدى بعد كده في الجداول دي ان هو يبتدي بقى ايه يعني يبقى يتواجد في اللحظة الحالية. هنا برضو بصوا في مثل شبيه لي. تبدو جيني حزينة بعد أن وضعنا شجرة عيد الميلاد. هنا تبع اللحظة الحالية، هو هنا موجود في اللحظة يعني أو مدرك لمشاعره. هنا النتيجة بقى ان هو اذهب الى الشرفة واجلس معها ينحسر الشعور، اسأل جيني ما الذي يجعلك حزينة. هنا ابتدأ الشعور يتغير لما بقى في الواقع. مثال هذا هنا تاني الحزن والفشل. تشاهد جيني الأطفال يلعبون في الخارج، تبدو حزينة، لا يمكننا تحمل تكاليف الحقن المجهري. هنا بقى برضو في اللحظة، هنا قال أتقبل مشاعري.
تتحول الى تعاطف معها، المشاعر يعني بقى يتعاطف معاها. اعانقها فتبكي، نشعر بطريقة مدهشة اننا قريبان. هنا ابتدوا يقربوا من بعض علشان هو ابتدى يبقى في اللحظة، وهنا ادرك لمشاعره ومشاعرها هو كمان. الجزء ده هو بيقول لنا لأن ديف مارس مزيد من التعرضات، يعني ابتدى يعني يخوض مواقف أكتر، لا سيما في اللحظة الحالية، يعني تركيزه في اللحظة اللي هي هنا والآن، يعني فقد أصبح قادرا بشكل متزايد على مشاهدة المشاعر التي يحركها مخطط عدم الكفاءة دون استخدام سلوكيات التكيف الخاطئ مثل الغضب والانسحاب. يعني بدل ما بقى يراقب مشاعره، وبدل ما هو يركز في عدم الكفاءة بانه يحس بالغضب او ان هو ينسحب من الموقف، بدل من ذلك كما لاحظت في نهاية سجله كان ديف اكثر وعيا، بقى واعي اكتر بالمشاعر بلحظة اختيار، وقادرا على ان يكون داعما عندما شعرت جيني بالحزن. فكل الجزء ده هنا بعد كده في الفصل العاشر التراحم الذاتي. دي لو حاجة يعني كلمة بس. كل ده اللي بيتقال ان باختصار ان انت تبقى موجود في اللحظة الحالية، ان انت ما تفضلش قاعد كاتم شعورك ونفسك وقاعد ما بين سواء بقى اي مشاعر سلبية، سواء انت غضب او خزي او احباط او سوء او خوف او ايا كان. مش لازم المشاعر دي تنطبق عليك، بس في الاخر ما تبقاش قاعد جوه نفسك، ما تفضلش قاعد تتخيل. خليك في اللحظة الحالية، ومع ان انت تقعد تراقب نفسك هتبقى عارف امتى تتعاطف مع نفسك وكمان تتعاطف مع الاخر، تقرا نفسك وتقرا الاخر. اذا ما كنتش انا قادر على قراية نفسي انا مش هقدر اقرا الاخر. ده الخلاصة باختصار. بما ان هنا بيتكلم عن الجواز او العلاقات، ممكن يكون القراية بتاعة الكتاب الأحمر قد تكون مسمعة معاك برضو، بس لو انت ما تشددش ليها مش لازم ان انت تقعد ترجع لها او تشوفها يعني. شكرا ليك انك فضلت معايا، وقولي الى اي مدى الكلام ده منطبق عليك من غير ما تقول انت اخترت يعني انهي قراية. لو حبيت النوع ده من القرايات ياريت تقولي عشان نكررها تاني. شكرا ليك واشوفك الفيديو الجاي. باي باي. هاي ازيك؟ انت اخترت الكتاب ده، The 4-Hour Work Week، اعمل 4 ساعات في الاسبوع. ما بين قوسين اللهم امين لينا كلنا. كده بيتكلم عن انك تترك العمل من 9 ل5 وتقعد او تعيش اي مكان، وان انت تنضم للاغنياء الجدد. الكتاب ده انا ما كنتش هعمله بصراحة، فما اعرفش دي حاجة زيادة انت بتفكر فيها او خطة مؤجلة انت بتفكر فيها ولا ايه. عملت لغاية دلوقتي 4 مجموعات، ودي ال5 ومكنتش هعملها. فمعرفش دي خطة اللي هو انت شايفها مؤجلة، شايفها اللي هو يمكن هو بتقول بقى بعدين لما بأكبر، اصل ده كلام مش واقعي او مش هقدر احققه، ويمكن دلوقتي. دي حاجة. نقطة. تاني حاجة وانا بمسكه لفت نظري الكتاب ده: Do not read this book unless you want a new way of living. ما تقراش الكتاب ده الا لما تكون عايز تعيش حياة جديدة. الاتنين concepts دول او المفاهيم دي قد تكون ان انت شايف ان انت مش عايز او مش هتقدر تعمل الموضوع ده دلوقتي، وفي نفس الوقت انت قد تكون عايز او من جواك فعلا رغبة ان انت عايز تعيش حياة جديدة. انا بالفعل فتحت كتاب، المفروض ان انا بفتح قدامك الكتاب واختار الصفحة عشوائيا، انا عملت ده اوف كاميرا يعني، واخترت فتحت عشوائي يعني على الصفحتين دول. ده صفحة 272 و 273 لو الارقام دي بتعمل لك اي يعني اي رمزية.
تقدر تاخد سكرين شوت دلوقتي، بحيث ان انت لو عايز تقرا الكتاب تفصيلي مع نفسك. انا قريت الصفحتين دول وقريت قريت لغايه هنا، كنت عايزه اكمل بصراحه، بس يعني الكتاب خطه صغير قوي، وانا بصراحه ما ابتداش يشدني الحته دي، انا شدني اكتر الفقره لغايه هنا. الجزء ده من الكتاب بيحكي عن ان في واحد امريكان بزنس مان، رجل اعمال امريكي، سافر اجازه بامر الدكتور، فما عرفش يسافر او على ساحل المكسيك، في قريه زي صغيره كده، وقابل هناك اسمه ايه دوت فيشرمان، صياد. قال له قعد يتكلم معاه وبتاع، فعرف ان هو الصبح بيصطاد وبيبيع الصيد بتاعه، ثم بعد كده باقي اليوم بيفضل ليه، هو بينام متأخر ومعرفش بياكل اهو، استنى اوريك، بتنام متأخر، بياكل سمك، معرفش بيلعب مع اطفاله، بيفضل قاعد مع مراته شوية، معرفش بيتمشوا في السوق بالليل، بيلعب جيتار، معرفش ايه، ويستمتع بحياته. فرد عليه البزنس مان ده وقال له ده انا خريج هارفارد، ده انا هقول لك على حاجة تكسبك ملايين. وقال له ده انت تقدر تبيع السمك بتاعك ده، بدل ما تبيعه للرجل اللي هو كأنه زي جملة، وهو كأنه بيبيع لحد مثلا قطاعي، فقال له لا، ده انت ممكن تبيع للكاستمر على طول، للعميل مباشر يعني. وساعتها يا اما زي تفتح المطعم بتاعك وتختني او حاجه زي كده، او ان انت تفتح تبيع العميل المباشر، بعد كده تجيب مركب صيد كبيره، ومركب الصيد دي تجيب بيها سمك زياده، فترجع تفتح بقى مطعمك اكتر، او ان انت تبيعه اكتر ومش عارف ايه، وتتوسع وتعمل ملايين، وبعد كده بعد ما الكلام ده كله يكبر بقى تبيعه وايه، وساعتها تبيع زي رأس مال بقى، اللي هو الشركة دي كلها تعمل بقى ايه، مش عارف كم مليون يعني. فقال له الكلام ده ياخد كام سنة؟ قال له من 10 ل15، ولا مش عارفة 10 20 25 سنة كده، وتعمل الملايين دي. فبيقول له ماشي ملايين، ماشي، بعد ما اعمل الملايين بقى هعمل ايه؟ قال له ترجع تنعزل تاني في قرية صغيرة، وترجع تنام متأخر، وترجع ان انت تقعد مع مراتك وعيالك وتسهر بالليل وتلعب جيتار. فانا قريت ده اللي هو كنت عايزة اقول ايه 7 ايه بصراحة. اللي هو نعم، يعني بعد الهري ده كله و10 20 25 سنة واقعد اعمل في بيزنس ومجهود وابني مش عارف ايه واعيش على ملايين علشان ارجع اعيش نفس الحياة اللي هو بالفعل عايشها؟ ايه ده؟ فحسيت بحالة من الغباء، وحسيت بقد ايه، او يعني فهمت وشفت قد ايه ان الواحد ممكن يكون عايش عيشة بسيطة وتكون هي دي اولوياته اصلا من الاول، ان هو يعيش عيشة بسيطة، يقعد مع عياله ومعرفش يتبسط، يسافر، ايا كان، ويجي حد مثلا من بره يقوله لا لا لا، او مثلا يكون بيقارن نفسه بالاخرين، خصوصا مفهوم ان فكرة الريتش والناس الاغنياء ومعرفش بيعملوا ايه والسوشيال ميديا والكلام ده، فاللي هو يقارن نفسه بالاغنياء فيحس ان ايه ده، لا انا مش مبسوط في حياتي، او ان انا لازم اعمل زيهم، او لا، هو انا لو اصلا عايش عيشة بسيطة ترضيني ما سيبش كل ده وارجع اتشخطط واعمل ملايين ومعرفش ايه، عشان في الاخر ارجع اعيش نفس الحياة اللي هي اوريدي كانت عندي. فحسيت بحالة من الغباء في الحتة دي، يعني او قد ايه ان الواحد ممكن ما يكونش شايف ان هو بيجري ورا هدف ده اصلا مش هدفه الحقيقي، او ممكن يكون ان هو الحياة اللي هو عايز يعيشها بالظبط هي اوريدي هي اللي هي عايشها دلوقتي، وان هو اصلا مبسوط كده.
دي احتمالات مختلفة من اللي انا قريتها. دي اكتر حتة اللي لمست معايا. ولكن الكاتب بعد كده بيقعد يتكلم ان معظم الناس او في ناس كتيرة بتقعد تقول انا بس هشتغل معرفش 10-15 سنة وبعد كده هكبر في الوظيفة، وبعد كده هعمل جوين بقى مثلا CEO بتاعة الشركة دي وانا اللي هاخدها اصلا ومش عارف ايه، وبعد كده يبقى معايا الفلوس وساعتها ابقى مليونير وابتدي بقى ايه استمتع بحياتي. ففي فكرة اللي هو تأجيل المتعة لبعدين، او ان انا لازم اطحن كام سنة علشان احقق اللي انا عايزه او اسافر. وبيرجع بعد كده يتكلم او يدينا امثلة ان لا السفر ده ممكن يكون اسهل حاجة. وان هو طبعا مدي امثلة هنا بالدولار. ان هو جمع ان السفرية بتاعته دي لتايلاند كلفته تقريبا زي معرفش 3000 دولار ولا حاجة، معرفش 250 دولار عمل بيهم ايه، و150 دولار تاني معرفش قضى بيهم 3 ايام فين وهنا 5 ايام فين وبتاع. وبيسأل في الاخر انت اخر فلوس صرفتها او اخر 400 دولار صرفتهم يعني كانت على ايه؟ فغالبا هي حاجات نونسنس يعني او حاجات اي كلام يعني. ولكن ال400 دولار هو معرفش قضى بيهم 8 ايام بشامل كل حاجة. وبيوعد بعد كده ان يعني انا عندي حاجات كتيرة اعرضها عليك اعمق بكتير من ده واسهل بكتير من ده، بس انا بعد كده ما كملتش يعني. بس فدي الرسائل ممكن تلمس طبعا معاك بطرق مختلفة، سواء بقى ان انت فكرة حياتك او المتعة المؤجلة او فكرة السفر او حتة اللي هو ان انا لازم اطحن في الشغل، ان ممكن بالفعل تكون عايش الحياة اللي انت تتمناها او ان انت مأجل الحياة اللي انت عايز تتمناها علشان انت مطحون whatever بقى هتلمس معاك في ايه بالظبط. هو بيتكلم انا وانا بقرا او انا بقلب دلوقتي معاك هنا بص العنوان اللي بعديه بيقولك the birth of many retirements، ولادة المعاشات الصغيرة او قصيرة يمكن، ومعرفش the death of vacations وموت الاجازات. في هنا بديل للبنج ترافلينج، وفي هنا معرفش purging the demons emotional freedom التحرر العاطفي. في هنا الكتاب ده طبعا اصلا بيتكلم عن ان يعني كتاب مالي اكتر من ان هو مالي من المال يعني من المادة مش مليان يعني. فاذا كنت مهتم بحاجة زي كده او انت مهتم مثلا باستثمار او بورصة بالفلوس عامة، عايز تعيش عيشة مرتاحة عيشة حرة اكتر، فاعتقد كتاب زي ده ممكن يبقى ليك فيه كتب كتيرة مشابهة كتيرة نزلت مؤخرا مش مؤخرا يعني بقالها كتير على الاقل 10 سنين يمكن 20 سنة كمان، عن موضوع اللي اسمه ايه ده المال والحرية يعني وتحقيق الذات والكلام العظيم ده يعني. فتقدر ده ممكن تكون اشارتك ان انت تقرا اكتر عن الكتب دي. انا ما قريتش الكتاب ده بصراحة فما اقدرش يعني كنت اتعمق اكتر من كده واقول لك هو فيه ايه. بس اتمنى اكون ساعدتك وشكرا ليك ان انت معانا للاخر. يا ريت تقولي في التعليقات القرايه دي كانت منطبقه عليك بنسبه قد ايه او لمست معاك في ايه. واعمل لايك وشير لو تقدر يا ريت علشان الفيديو يوصل لناس اكتر، واشوفك الفيديو الجاي. باي باي.